ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ تعالوا بقى بصوا، انا مش بقى خلاص، انتوا عرفتوا طريقتي اصلا في المكرونه والبانيه. انا هعمل مكرونه وبانيه، فانتوا خلاص عرفتوا طريقتي. بس مش هو ده الموضوع اللي انا عايزاكم فيه. انا جايه اقول لكم دلوقتي على مشكله واحده بعتها لي. بصراحه انا مش عارفه احلها لها، هي مشكله بالنسبه لي انا صعبه، انا مش عارفه احلها لها. هي من عيله يعني ناس على قدهم جدا جدا وظروفهم تعبانه جدا جدا. المهم يعني ان هي اتجوزت واحد ظروفه كويسة قوي، وجابت منه 3 عيال، والتلات عيال في خاصة وفي لغات وما شاء الله يعني مستواه كويس جدا جدا. بس المشكلة ان هو طبعه وحش، يضربها ويهينها، بيمسكها يعني بتقول لكم اقل ضربة يكسر لها فيها رجليها، يكسر لها فيها ايديها، يبوظ لها جسمها. يعني من الاخر كده هو شخصية يعني ايه، اسفة يعني في اللفظ، زبالة. وبيعاملها اوحش المعاملات، بس ما بيجيش جنب عياله، بيعاملهم معاملة كويسة جدا وحنين عليهم وبيحبهم. لكن هي بيعاملها معاملة وحشة من اول يوم جواز. يعني هتقولي طب هي استحملت ليه وكملت ليه من اول يوم جواز؟ مش عشان بتحبه، على فكرة هي ما بتحبهوش، علشان هو زي ما انا قلت لكم مدخل عياله مدارس لغات ومستواه كويس جدا، وهي قاعدة في شقة حلوة جدا. وطبعا ابوها وامها ظروفهم على قدهم وما حلتهمش حاجه من الاخر. ويقولوا لها لو انتي، ولما بتيجي تغضب تقولوا لها لما تيجي بطولك، ما تجيبيش عيالك معاكي. طبعا العيال متعوده على اكل معين ومستوى معين وعيشه معينه، وطبعا هناك هم مش بيوفروا لهم الحاجات ديت. فمضطره ان هي ايه، ان هي تعيش على العيشه بتاعته. خلاص الموضوع نخلص على كده، وبدات تتعايش وبدات تكمل على هذا الاساس. جه في مره راح جايب لها متجوز، يعني هو يعني ايه، يعني هو قال لها في الاول انا هتجوز، فهي بصراحه اتبسطت وفرحت من الموضوع، ان هي هتشيل من يعني الجوازه دي هتشيل من على قلبها بقى هم. بتقول لك هتتلهي بقى، هيتلهي في الجوازه الجديده ومش عارفه ايه، وكانت فرحانه جدا، حاجه غريبه يعني. بس هي مش غريبه طبعا من اللي هي بتشوفه. فالمهم ايه، فراح قال لها انا هتجوز، ففرحت جدا، وهو لقاها فرحت جدا وقالت له مفيش مشكله واللي انت عايزه مش عارفه ايه وكده. تقريبا بقى هو كان هيتجوز بره، لما هي لقاها فرحت كده راح حب ينكد عليها، راح اتجوز وراح جايب اللي هو اتجوزها ديت ومعيشها معاه معيشها معاه في نفس البيت اللي فيه مراته وعياله. تقول له لا انت ليه عملت كده؟ طب انا مش مانعه ان انت تتجوز، يعني ما تاخدها في شقه بره، خد لها مكان بره وانا ما عنديش مانع. قال لا هي دي عشت، بيعاملها معامله وحشه جدا قدام الست اللي هو متجوزها ده، بيعملها وحش جدا وبيضربها قدامها وبيهنها قدامها وبيهنن في التانية. وهي دلوقتي مشكلتها هي مش عارفه تعمل ايه. هي دلوقتي ما قدامهاش، بتقول لي الا حلين، يا اما اسيب العيال واتطلق واعيش عند اهلي واضحي بعيالي، يا اما ان انا اقبل بالامر الواقع وتعيش مع مين، تعيش مع الزوج اللي هو المفتري دوت اللي بيعاملها معامله وحشه، وكمان مع الزوجه اللي مقعدها معاها. انتوا بالله عليكم لا تكتبوا لها الحل، انا بصراحه ما عنديش حل، انا مش عارفه اقول لها ايه. يعني مش قادره ولا اقول لها سيبي عيالك، ولا قادره اقول لها لا اقبلي بالوضع